مر أسبوع، حياة رجعت كتمشي بنفس الوتيرة. ريان بين الشركة والدار والملفات. أما الأيام فكانت بالمحل والتصاميم ديالها، وإياد اللي كان غارق في الخدمة والاجتماعات وما كيساليش. كل واحد فيهم كان عايش أيامه بشكل عادي، أو على الأقل هادشي اللي كان باين في الوقت الحالي. فهاد الصباح اللي كانت أشعة الشمس كتعلن على بداية يوم جديد، كان ريان جالس في المكتب ديالو يقلب في واحد الملف مهم. صون عليه التليفون هزو بخفة ودارو في ودنو. ألو؟ جاوباتو ليام بحماس كبير. ريان، انت مشغول؟ ابتسم بلا ما يحس. على حساب شنو كاين؟ والو، عندي واحد الأخبار زوين. أبغى كيشوف الملف اللي قدامه. قولي. أول مجموعة ديال التصاميم ديالي راه تباعت كاملة. زرت اللحظة وترسمت على شفايفه ابتسامة. بقى ساكت شوية ومن بعد قال بهدوء: قلت لك انتي قدها. ضحكت من قلبها. خاصك تجي تشوف المحل ملي تسالي. نحاول. لا ريان، ماشي نحاول، خاصك تجي. ابتسم وقال واخا. قطع الاتصال ورجع يكمل خدمته. لكن قبل ما يشد القلم لاحظ واحد طرف بيض فوق المكتب ديالو محطوط. عقد حجبانو. قبل شوية ما كانش هاد الظرف. شدو بين يديه، ما كان فيه لا اسم، لا عنوان، لا طابع بريدي. فتح الظرف بهدوء. كان فيه غير ورقة واحدة مكتوبة فيها بخط اليد بعض الأسماء لا تموت حتى لو نسى أصحابها. سكت شوية، عاود قراها مرة تانية ومن بعد الثالثة. ما فهم حتى حاجة. قلب الورقة وما لقى والو في الجهة الأخرى. خرج من المكتب بسرعة. سول السكرتيرة: شغل ندخل المكتب ديالي مني خرجت؟ استغربات. حتى واحدة أستاذ ريان. مني خرجتي من الاجتماع المكتب بقى مسدود حتى رجعتي. رجع للمكتب ديالو وهو حاير. واش هاد الظرف كان من قبل وما انتبهش ليه ولا كيفاش؟ سد الباب ومس عينيه الورقة مرة أخرى كيشوف فيها. تنهد ومسح على شعره ووجهه. منين جات هاد الورقة؟ ركز فيها شوية، حس وكأن الخط مألوف ليه، ولكن معطاش الموضوع أهمية. كون الورقة حتى كان غادي يرميها في سلة المهملات وتراجع وحطها في درج المكتب وقرر ما يفكرش فيها. لكن ما كانش عارف أن هذه الرسالة غادي ترجع تقلب له حياته رأسا على عقب، وأن وراها سر كبير. كمل خدمته. كمل خدمته على الملفات اللي عنده وبدأ يتناسى الموضوع ديال الورقة. عند إياد اللي كان سال خدمته، كان خارج من الشركة متوجه لواحد الموعد مع الطبيب ديال العائلة. ما كانش أول زيارة، كان متعود يدير فحوصات دورية بسبب النوبات اللي كتجيه من الحين لآخر. وقف قدام العيادة ودخل وسلم على السكرتيرة. بعد دقائق خرج الطبيب من المكتب ديالو وصافحه بابتسامة. تفضل إياد. جلس قدامه. بقى الطبيب كيقلب في الملف ديالو. بقى ساكت مدة. إياد لي كان لاحظ هاد السكوت قال: كاين شي مشكل؟ رفع الطبيب عينيه. ابتسم ابتسامة خفيفة: لا، غير كنراجع النتائج القديمة. سكت مرة أخرى ومن بعد قال: إياد، واش عمرك حسيتي أن عندك شي ذكريات ناقصة من طفولتك؟
تفاجأ إياد، ذكريات ناقصة. الطبيب قال: شفت ترى من عمرك ما عقلش عليها مزيان. فكر إياد شوية ومن بعد قال: بصراحة كان شي سنوات في طفولتي كان نحسهم ضبابين. طيب بقى كيشوف فيه والدك عمرك ما سولتيهم؟ ابتسم إياد. قالوا لي من قبل، مرضت وأنا صغير، ومن بعد بقيت كننسى بزاف ديال الحوايج. هز الطبيب راسو ببطء وسط الملف. ممكن يكون هذا هو السبب. وقف إياد. الحمد لله إذا ما عندي والو. صافه من بعد قال: شكرا دكتور. خرج من عند الطبيب. أما الطبيب بقى جالس كيشوف الباب اللي خرج منه، ومن بعد عاود فتح الملف مرة أخرى وقال مع راسه: لا، ماشي كلشي مفهوم، مازال كاينة شي حاجة ناقصة. وسط الملف بهدوء. بينما إياد كان خرج من العيادة وتوجه لسيارته وركب. كان السؤال اللي طرحه عليه الطبيب باقي كيدور في الذهن ديالو. ذكريات الطفولة اللي ماشي كل عاقل عليها. رفض الفكرة بسرعة من راسو وحرك السيارة ديالو وتوجه للوجهة ديالو. كان الجو منعش بعد الزوال. ليان خرجت من المحل باش توصل واحد الفستان واحد الزبونة مهمة. بعد ما سالات قررت تدخل واحد الكافي قريب ترتاح واحد 10 دقايق قبل ما ترجع لخدمتها. جلست حتى الشرجم، طلبت القهوة ديالها وبدات كتراجع بعض التصاميم في التابلت. بعد لحظات دخل شاب للمقهى. كان لابس بدلة أنيقة، كان باين عليه حتى هو خارج من الخدمة. وقف عند المحاسب وطلب قهوة سودة. العيال اللي رفعت عينيها بلا اهتمام، ولكن بقات كتشوف فيه ثواني. عقدات حجبانة وهمسات مع نفسها. غريب، كاينة شي حاجة مألوفة. رجعت كملت كتشوف الطابليت، حاولت تركز ولكن باللاوعي. رجعت شفت فيه مرة أخرى. هاد المرة ابتسمت بخفة وقالت مع نفسها: يمكن غير ذكرني بشي واحد. ما عطاش الموضوع أهمية. أما إياد فشت القهوة ديالو ودار باش يخرج، وفي نفس اللحظة تلاقاو عينيه مع عيني ليان اللي كانت باقا كتشوف. لقيتو غير ثانية وحدة. ابتسم ليها باحترام، ابتسامة عابرة. ردت عليه بنفس الابتسامة من باب الذوق وكمل طريقه وتوجه للباب. بقات ليان كتشوف فيه من الشرجم. شافتو كيركب السيارة ديالو ويمشي. من بعد ضحكات على راسها. اشنو العقل ديالي، هادشي اللي بقالك اللي شفتيه دابا تبدا تشبهو لواحد تاني ولا كيفاش؟ حتى تليفونها بين يديها باش تخرج، حتى كتشعل الشاشة ديال التليفون. كت... كتبان واحد صورة ديال ريان في الخلفية ديال الشاشة. صورة اللي كانت صورتها ليه نهار افتتاح المحل وهو واقف كيصفق ليها. نزلت عينيها الصورة ومن بعد رفعتهم للطريق اللي مشى منها داك الشاب. سكتت اللحظة من بعد هزت كتافها. لا لا، ريان كيبقى ريان. وهي تضحك مع نفسها ورجعت باش تكمل نهارها عادي. لما تعرف أنها كانت على بعد خطوات من أكبر السر غادي يبدل حياتها كلها. وصلت ليان المحل، حطت الحقيبة ديالها فوق الطابلة، لكن عقلها مكانش مع التصاميم. كل مرة كتحاول تصمم كيطلع قدامها وجه داك الشاب. نهدات وقالت مع نفسها: غريبة هادي، أنا شفتو غير دقيقة، عاش باقي في راسي. دخلت سلمى
وهي شادة بعض الأقمشة. شافت العيال اللي كانت سرحانة. فين وصلتي؟ رفعت العيال راسها. فاش؟ حكات سلمى. ايوا شفتي، حتى نسيتي شنو كنتي كتخدمي. تسمعت العيال غير شوية ديال العيا وصافي. لا لا، هادشي ما باينش ليا ديال العيا. قربت منها وهي كضحك. قولي شو شفتي اللي خلاك هكا؟ ضحكات العيان وهزت راسها. لا حتى واحد. هذا حتى واحد هي اللي كتخلع، قالتها وهي كضحك. رمت العيان واحد القلم صغير عليها. سيري خدمي ولا. ضحكات سلمى وما خلاتهاش تكمل وهي مبعدة عليها. صافي صافي، ما غاديش نعاود نسولك. رجعت العيان للتصميم، ولكن قبل ما تبدا هدات تليفونها. شحال الصورة اللي كانت مصوراها الريان نهار الافتتاح. بقات كتشوف فيها ثواني، من بعد قالت مع نفسها لا، غير توهمت. اكيد غير توهمت. طفات تليفونها ورجعت لخدمتها. وفي نفس الوقت كان ريان خارج من الشركة. وقف قدام الإشارة الضوئية ولا ما ينتبه. وقفت سيارة سوداء في الجهة المقابلة ديالهم. كانت هذه سيارة إياد. كل واحد فيهم كان مركز قدامه، ولا واحد منهم انتبه للآخر. شعل الضوء الأخضر، تحركوا السيارتين وكل واحدة فيهم شدت طريق مختلف. لكن هذه المرة ما وقعت حتى شي حاجة غريبة. لا صوت لا ظل، لا إحساس غريب، وكأن الحياة رجعت طبيعتها من جديد. غير أن القدر كان له رأي آخر. وأنا الضيمونة ديالي غادي نحبسو هاد الجزء، وغادي نتلاقاو إن شاء الله في الجزء اللي وراه بإذن الله. ما تنساوش تدعموني بشي لايكات، شي تعليقات يكونوا زوينين بحالكم، وحتى اشتراك. صافي، تهلاو لي فراسكم وتشاو. الصراحة مديوش ليا اليوم، والله إلا مريضة وما كنقدرش نطول هكا في الهضرة. داكشي علاش غير سمحوا ليا. تهلاو فراسكم. تشاو، سلام.